الكيانات الهجينة وراعيتها الجزائر لا زالت تلح على إثارة السخرية في المحافل الدولية وتؤكد للعالم أنها كيانات مصطنعة وهجينة. هادشي اللي وقع في اليابان، القمة اللي كتعقدها دولة اليابان مع الدول الإفريقية، وكيف ما شفنا أنه تم تمرير قانون من طرف الاتحاد الإفريقي لمنع الكيانات الغير معترف بها في الأمم المتحدة من المشاركة في اللقاءات الدولية. ومن بين هذه الكيانات كما كنعرفوا كاملين البوليزاريو. كراب عندهم كيما الميديا غنحقروكم عاوتاني كيما حقربوكو سنو ميديا بغاو يصنعوا عدو حشمان دير امهم شريخ روابط في الجي ولا. وهذا بالضبط ما وقع في اليابان. هكذا يتم تسلل لقاءات الاجتماعات في الملتقيات الدولية بجوازات سفر دبلوماسية جزائرية على أنهم شخصيات جزائرية جايين مع الوفد الجزائري، غير كيدخلوا اللقاءات حتى يتحولوا إلى شخصيات صحراوية. كما شفنا في الفيديو جبد الشكارة ديالو، هذيك الشكارة ديال الحجامة، وجبد ديك البلاكة اللي فيها الصحراوي بيبولير، حطها قدامه، جر الكرسي وبرك. هذا الكلام اللي كنا كنقولوه يعني راه انتم كتشوفوه مباشره، انتم الفيديو داكشي مصور موثق. يعني هذا الشيء يعني صراحه ما خاصوش يبقى يتعاود، ما خاصوش يبقى يتكرر. ان دابا جاي عاوتاني قمه ديال الصين، كانوا كيضغطوا على الدول من قبل ما يكون هذا القانون. دابا ملي ولا هذا القانون من طرف الاتحاد الافريقي راه ضروري خاصهم دابا يديروا شي طريقه. هذه الطريقه اللي كيديروا دابا كيمشيو على اساس انهم شخصيات جزائريه وكيسلتوا، كيدخل صافي كيحط قدامه ديك البلاكه ولا كيجبد ديك الخرقه ديالو كيحطها قدامه. يعني كما نقول يعني هما حسوا براسهم يعني انهم هابطين دابا يعني في النزله، يعني وصلوا للهبطه، هابطين في الدرديبه، ما بقى لهم والو. قد ما فات المغرب اصلا كما كنعرفوا كاملين وصل النصاب القانوني باش يطرد البوليزاريو من الاتحاد الافريقي، وغنتناو من التصدع كامل وهاد المشاكل كامله. نخليكم مع الفيديو الاخوان ومشاهده ممتعه. فضيحة النظام الجزائري في اليابان مش راح تصدق عقلك كيف أصبحت الجزائر كلب حراسة العراية تاع البوليساريو. روح تسمع. عار كبير وأسطوري وتاريخي ما حدث اليوم في اليابان، فضيحة عمره لم تشهد البشرية من قبل. الصور التي ترونها هي لممثل أو سفير ما يسمى ميليشيات البوليساريو اللي في اجتماع يسمى اجتماع تيكات تنظمه اليابان. اليابان باش تفهموا ترفض مشاركة دول غير أعضاء في الأمم المتحدة في هذا الاجتماع. البوليساريو كيفاش دخل؟ تخيلوا عبر وضع لافتة مزورة عمرها ما صارت في التاريخ هذه، ودخل هذا السفير تاع ميليشيات البوليساريو ضمن الوفد الجزائري. داير الضحك في راسك وانت مالك باش نديرو برك فلاش باك، رانا نتكلموا على ميليشيات بوليساريو تريد تقسيم المغرب على اثنين. هذا المغرب لسنة 1957 كان الملك المغربي محمد الخامس يرافع في منبر الأمم المتحدة من أجل استقلال الجزائر. هادو الناس دعمونا بالأسلحة وقت الثورة. الشعب المغربي كان يبيع هذوك الجنود تاع الكباش من أجل تمويل الثورة التحريرية. قالها بوداود مسؤول الأسلحة في الجيش الجزائري. لما نتكلموا على أنه قاعدة تاريخية للثورة لجأوا إلى هناك، جيش الحدود كان هناك. اليوم احنا في 2024 نجيبوا عريان اللي تشوفوه في الصورة يتعدى على دبلوماسي مغربي، حتى إذا كان ربما يعني كان المفروض أنه يترفع على الدخول في استفزازات العراية تاع النظام الجزائري وتاع ميليشيات البوليساريو، لكن تعدى عليه من الخلف مثل ما يطعن النظام الجزائري في الظهر كل دول المنطقة. كل من دعمونا في الثورة التحريرية شفنا كيفاش طعنوا في الظهر السعودية اللي دعمتنا في الثورة. تبون كيفاش يتكلم على مصر اللي دعمتنا في الثورة، يقول لهم افتحوا الحدود عوض مخاطبة إسرائيل. كيفاش رانا نطعنوا في ليبيا اللي اليوم تحرك جيشها من أجل حماية حدوده من سرطان اسمه النظام الجزائري. كيفاش رانا في مشاكل مع مالي لأننا نريد تقسيم مالي، النظام الجزائري يريد تقسيم مالي، ومالي اليوم تحاول تحمي نفسها. النيجر نفس الشيء. وانت مالك وانت راه يوم البعث قرب سرطان شمال افريقيا. النظام الجزائري تخبط لانه القضيه هذه منتهيه تاع الصحراء. فرنسا شوكرهم اعترفوا بمغربيه الصحراء، الولايات المتحده الامريكيه اعترفت، اسبانيا تدعم مخطط الحكم الذاتي. النظام الجزائري وحيد مع العرايه تاع البوليساريو اللي استنزفوا ملايير الدولارات من اموال الشعب الجزائري اللي يعيش في مزبله كبيره اسمها الجزائر، لانه النظام الجزائري ضيع اموالنا على عرايه في تندوف. السلام عليكم. اليوم كوكب اليابان عاش فاصله من فواصل التخلف
فاصلا من فواصل سكيزوفرينيا التي تعاني منها الجزائر. المهم نقول لكم اللي كاين هو انه هذا البلد العظيم اللي هو اليابان، اللي دائما كنعطيو به مثال، البلد خرج من هزيمه مذله في الحرب وبعد ذلك بنى حضارته من جديد، وهو اصلا بلد بتاريخ تليد، وهي اقدم ملكيه في التاريخ، على عكس ما يعتقد البعض بانها الملكيه البريطانيه، ولكن الملكيه اليابانيه والامبراطوريه اليابانيه هي اقدم ملكيه في التاريخ، تأتي بعدها مباشرة الملكية المغربية. هذا البلد يقوم بشكل دوري بتنظيم اجتماعات مع الدول الإفريقية تسمى اجتماعات اليابان إفريقية لأجل بحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات. طبعا البلد المجاور اللي دائما ما يحشر المغرب في اي شيء، انا صراحه ما عمري سمعت شي واحد في الانتخابات المغربيه كيتكلم على الجزائر، هما الحملات ديالهم كامله قائمه على المغرب. هذا على الرغم من ان لديهم مشاكل مع الكثير من البلدان الاخرى، بحال المشكل اللي عندهم مع ليبيا ومع حفتر، والمشاكل اللي عندهم مع الدول اللي تحت منهم تشاد ومالي والنيجر، والمشاكل اللي عندهم مع الكثير من الامم اللي ربما لم تعد تفهم كيف تعمل دولة بأكملها بطريقة مزاجية بحتة. وانت هذيك الطوبه اللي فيك ما بغات تهدي. اذا هاد الناس هادو ما بغاوش يتقبلوا بان اليابان لا تبعث بدعوه الى الانفصاليين، لانها ما شنو نقول لكم، لان البوليزاريو غير معترف بها من طرف الامم المتحده، واليابان كيقول لهم اخوتي هاد البلاد ولا هاد المجموعه الانفصاليه ولا هاد الارهابيين سميهم اللي بغيتو ما عندهمش اعتراف ديال الامم المتحده، ما كاينينش. Before concluding my speech, I would like to announce that even if a group which claims itself as a state, which Japan does not recognize, was sitting in this room, this fact does not mean that Japan in any way, implicitly or explicitly, recognizes it as state. And I would like to make clear that it is not allowed to put any nameplate other than African Union, co-host organization, and Japan. It is also not allowed to put any flag other than of African Union, co-host organization, and Japan in the plenary room, including on the desk. Anybody who disrupts order may be asked to leave the plenary room. Thank you very much, and thank you for participation. واخا الجزائريين دائما كيقولوا بانهم ما عندهم علاقه بالقضيه وبانهم ينتظرون حلول الامم المتحده، هما بعاد، هما محايدين، هما يدافعون عن السلم والسلام في المنطقه، الا انهم صفروا معهم ممثلين على البوليزاريو بجوازات سفر جزائريه فيها الفيزا، وفي الاخر ملي وصلوا للاجتماع واحد من البعثه الجزائريه البوليزاريويه تسلل ووضع ان بونكارت، يعني وضع واحد اللافته عليها اسم الكيان. انتوا ناس منتنا، انتوا ناس معفنه، الكيان الوهم والخسه. فطبعا كان تدخل من طرف اعضاء الوفد المغربي، وحصل ما حصل، وتقلبات بونيه، وتشوهوا طبعا امام انظار العالم. وفي الاخر كنشوف بان الصحافه ديالهم هذا ان كانت لهم صحافه، اذا ما كانوش الجزائريين كيكتبوا لهم كل شيء، واحد الوكاله سميتها وكاله الانباء الصحراويه كاتبه فضيحه المخزن باليابان. بالله عليكم من يعيش بالفضائح؟ فهادشي كامل اصحاب خوا ولا الفتنه، حنا كنقول لكم الشعب ما عندنا معاه حتى شي مشكل، الشعب ما عندنا معاه حتى شي مشكل، العقلاء من الشعب الجزائري ما عندنا معاهم حتى شي مشكل، الناس اللي تم تخديرهم وتم برمجتهم هذوك عندنا معاهم مشكل، انهم كيسبونا وكيسبوا والدينا وكيسبوا تاريخنا وباغيين يسرقوا تراثنا وباغيين لينا الانفصال. فكنظن بانه طفح الكيد، وملي توصل اننا نصدروا الازمات ولا هما يصدروا الازمات ديالهم الى القاره الاسيويه والى اليابان في اجتماع حضرت فيه تقريبا جميع الدول الافريقيه، فهذا يبين على اننا طبعا عايشين مع مراهقين كجيران كيحاولوا ما امكن انهم يحسوا بوجودهم
من خلال التركيز على المغرب ومحاولة تشتيته ومحاولة خلق المشاكل له ومحاولة خلق الفتنة. هذه هي الفتنة الحقيقية. ليه بتعيشوا الدور يا اولاد الوسخه؟ يا اولاد الوسخه ما تعيشوش الدور. فشنقول الله يهديهم، وكنتمنى بانه بعض الاخوه المغاربه يحاولوا يفهموا السياق ويعرفوا بان هادشي ما عنده علاقه بالاسلام، ما عنده علاقه بالفتنه. هادشي راه مشكل حقيقي كاين، وخصنا بزاف ديال الحكمه باش نتعاملوا معاه، لانه راه كيقول لك في اخر المطاف الحمق راه ما عنده ما يخسر. معاكم بين هاد البيف غيقيس ليكم المشاعر، بلان راه كاملوت الجينات لما تشيقوش في المظاهر. كون درتو كيش نقيط وقلبتوها مليون شاعر.